ازاي نحافظ على الهاند بلندر بتاعنا ويعيش معانا مدة اطول؟ اول حاجة جهاز الهاند بلندر نفسه انا انضفه بوايبس الدهون. بننضفه كويس قوي بالوايبس، واي اماكن ضيقة في الموتور نفسه بتاع الهاند بلندر بخلة كده من بتاعة الشيش طاووق او فرشة رفيعة. بنستخدم الوايبس وندخلها كده في الخلة ونطلع منها اي دهون. بعد كده بنشفه بمنديل مطبخ يكون نظيف وناشف عشان ما يبقاش فيه اي ميه يأثر على الموتور بتاعنا. الجهاز بتاع الهاند بلندر نفسه بيبقى من جوه كده بيبقى فيه دهون. بتكون على فكرة مش باينة ومش واضحة قوي، بس بيكون مجمع دهون كتير مش بتطلع فيه الغسيل والتنظيف العادي. هنجيب بولة وننزل فيها بكربونات وملح ليمون وشوية من الصابون السايل بتاعنا، الصابون بتاع المواعين العادي، كمان مية تكون سخنة، وهضرب بالهاند بلندر الكلام ده كله. اهم حاجة واحنا بنضرب يبقى كل 15 ثانية نوقف، يعني ما ينفعش نفضل نضرب كده على طول عشان نحافظ على الموتور. وهسيبها كمان منقوعة في المية حوالي 5 دقايق 10 دقايق لغاية لما انضف الجزء التاني من الهاند بلندر. الكبة بقى بتاعته، الكبة بيكون فيها الجزء اللي فوق ده للأسف مش بيتغسل. ما ينفعش تدخلي فيه مية، لو دخلت فيه مية هيبوظ، وانا يعني بوظت قبل كده الجزء ده الحقيقة وغيرته. فكل اللي بعمله ان انا بجيب الوايبس وبرده بالخلة وبنضف كده من جوه، بيطلع اي بواقي اكل، اي بواقي حاجات فيها. والجزء الداخلي ده برضو بيكون رفيع قوي، محتاجة برضو حاجة رفيعة جدا تدخلي بيها، مش هينفع كمان فيها فرشة، هي محتاجة خلة، يعني خلة كده مع الوايبس هيطلع لك منها كل حاجة، يعني ما تسيبيش فيها جزء ما تطلعيش منه الدهون اللي بتكون متجمعة فيه. والجزء الخارجي برضو بيكون متجمع فيه دهون فيها. السكينة بتاعتها برضو نفس الموضوع، بنجيبها وبنشيل منها اي دهون او اي بواقي اكل متجمعة بالوقت. بعد كده بقى بنجيب الكبة وبننزل فيها برضو بملح ليمون وكربونات وممكن صابون، انا ما حطيتش بس لو عايزة تضيفي صابون برضو. وكمان لو فيها ريحة قوية قوي للبصل والثوم والحاجات اللي بنفرمها فيها نحط، انا عن نفسي استخدمت قطعة عيش فينو صغيرة ممكن توست، وبنزل فيها بالمية الدافية وهضربها كويس قوي، هتلاقي اي ريحة فيها هتروح نهائي، هتختفي. بعد كده بقى بغسلهم، بشطفهم بشوية مية كده بالصابون عادي بالسبونج. واحنا بنغسل الهاند بلندر الجهاز نفسه مش بنغسل الجزء ده بس اللي فيه السكينة، انما الجزء اللي فوق بيفضل ان احنا ما ندخلش فيه مية خالص، يعني ما ينفعش اصلا ندخلي فيه مية. ونفس الموضوع بالنسبة للكبة، بشطفها برضو تحت المية هي والسكينة بتاعتها، لكن الجزء الفوق للكبة بالسبونج وبشوية صابون كده صغيرين من بعيد خالص، ما تدخليش فيها مية. هنا بننشف الهاند بلندر كويس جدا، وبعدين عايزين بقى السكاكين بتاعتنا دي نزود الكفاءة بتاعتها او نحميها تبقى حامية كده شوية معانا. هجيب في البولة او الشفشق بتاع الهاند بلندر، هنزل برز ناشف وهضربه كويس قوي بالهاند بلندر، ونفس الموضوع هنزل بيه في الكبة برضو. الرز الناشف ده بيحسن جدا من اداء السكينة بتاعة الهاند بلندر او الكبة. وكمان افضل بكتير من فكرة الورق بتاع الفويل، لان ورق الفويل مهما نضفنا بيبقى فيه بواقي معدن كده دقيقة جدا وصغيرة مش بتبان معانا. وكمان الرز بيشيل اي رطوبة او اي مية لسه بواقي في الجهاز بتاعنا. الرز ده على فكرة لما بخلصه انا مش برميه، يعني لما بخلص استخدام بيبقى كله عبارة عن دقيق رز بقى، مش بنرميه، انا بستفيد منه ان انا بعمله سماد للزرع. بحطه كده في ازازة مية، ازود عليه شوية مية وبنقعه يوم وابدأ اسقي بيه الزرع تاني يوم، بيبقى سماد حلو جدا للزرع. ده كان طريقة ازاي نحافظ على الهاند بلندر ويعيش معانا مدة اطول. الطريقة دي انا بستخدمها، بعملها مرة كل شهر او شهرين حسب ما احس ان هي كفاءة السكينة بتاعة الكبة او الهاند بلندر ضعفت معايا، فببدأ اعمل الطريقة دي وبيبقى تنظيف عميق ليها. يا رب يكون الفيديو استفدنا منه، واشوفكم في فيديو جديد.